مساء الخير. بس بعد اذن مجلس اداره شركه تاكل وموبي سوفت هستلف منكم الميكروفون شويه بس عشان اقول كلمه صغيره. اقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العشر الاوائل من الحجه اللي هي المباركه اللي احنا فيها، وانتصار عيد الاضحى ربنا يجعله عيد مبارك علينا كلنا. كل سنه وانتم طيبين. بنرحب بمعالي المستشار محمد مصطفى رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للتايكوندو، وباشمهندس محمد عجيزه الدينامو بتاع المنتخب وهو المشرف العام على المنتخب الاول، وحازم بيه قنديل رجل كل العصور في الاتحاد المصري للتايكوندو، وهو المسؤول عن التايكوندو البرا الاولمبي، وحقق نتائج عاليه جدا جدا جدا، وهو اللي مخلي صوره مصر وصوره تايكوندو مصر مشرق واكثر حضاره عشان كل دول العالم تهتم جدا بالرياضه البرا الاولمبيه. انا انتهز الفرصه الاول ارحب بالساده اولياء الامور والكوكبه الخضراء كلها، اللعيبه الابطال سواء اللي حققوا او اللي ما حققوش. بس انا مسكت الميكروفون دلوقتي الصراحه عشان اتكلم شويه عن رحلتي في اذربيجان واللي انا التمسته من المجهود اللي تم من قبلها بسنه من بطوله العالم المكسيك لحد اذربيجان، من مجهود رائع للجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي. وانتهز الفرصه اشكر كابتن اسامه وكابتن محمد مجدي على المجهود الرائع اللي والكابتن جونجا، ما اعرفش انتوا عارفين هو اسمه جونجا ولا لا، بس هو ده، والدكتور ادري واستاذ سعيد. الفكره كلها ان نخص بقى بالذكر بعد اذن حضراتكم المهندس عجيزه، واللي انا لمسته بيه في الدقه والتنظيم والانضباط اللي هو عامله، يعني يكاد يكون داخل في كل صغيره وكبيره، في كل تفصيله بتحصل، وهو اللي ساهم مساهمه كبيره جدا في نجاح الرحله كرحله، وتنظيمه وقراراته ومتابعته للامور ده كان على ايدي وانا موجود هناك، وقربه من اللعيبه وكلامه مع اللعيبه قبل اللعب وبعد اللعب كان ليه تاثير ايجابي غير عادي. فانا من هنا بوجه له التحيه والشكر الصراحه على المجهود الجبار اللي عمله في الرحله دي. ده اللي انا لمسته وانا موجود معاك. حظي حلو ان انا حضرت البطوله دي.